يا مساء الخير على كل متابعيني ومتابعين مسلسل وبيننا ميعاد حلقة جديدة وملخص جديد. الحلقة النهاردة تحفة بجد. شذا بتقعد مع رمزي وبتقوله اسكت، مش قابلت حد كده حلو جدا ناجح قوي في شغله، راجل سنه مناسب ليا، وظيفته مناسبة، كل حاجة. قال لها طب كويس، يعني خلاص هنشرب الشربات؟ قالت له لا، مش زي ما انتم متوقعين كده. قال لها على فكرة احنا مش صغيرين والعمر بيجري يا شذا ولازم، يعني قالت له لا، مين قال ان لازم؟ على فكرة بقى الست ما بتكبرش، بس الفكرة مش في كده. الفكرة اني لما اتكلمت معاه لقيته ان هو كل فلوسه تقريبا بيديها لمامته، مش لابنه خالص. ابنه عنده 8 سنين. قال لها طب وايه اللي يمنع الجوازة وهو عايش مع مين الولد؟ قالت له مع مامته. قال لها طيب ايه اللي يمنع ان انت تتجوزيه؟ قالت له ان يمنع ان هو ما بيحبش ابنه خالص وكل فلوسه مديها لمامته، ما بشوفش اهتمامه بابنه، رغم ان المفروض يهتم بابنه علشان يبقى بعد كده امين عليا، ده يخليني اخاف منه. قال لها وايه الفرق ان هو يكون بيحب ابنه قوي وابنه ما بيحبهوش اصلا؟ طبعا هو في الوقت ده رمزي بيتكلم عن ابنه وقد ايه ابنه مش بيشاركه تفاصيل حياته، لكن شذا عندها وجهة نظر تانية ان لازم هو يكون بيهتم بابنه عشان يهتم بيها، وده مبدأ الحقيقة انا شايفة ان هو كويس. ده كمان شذا بتقول لرمزي انا شايفة ان انت مهتم بإيهاب جدا. قال لها طيب وايه الفايدة ان انا اكون بهتم بإيهاب وهو مش بيشاركني تفاصيل حياته؟ انا رأيي انك تفكري يا شذا. في مشهد تاني هند بتكون بتقيس سكرها وبعدين مامتها بتقول لها لو تعبانة ما تنزليش الجامعة النهاردة. قالت لها لا يا ماما، انا بس كنت حاسة بدوخة شوية فقلت اقيسه قبل ما انزل. قالت لها طب يلا هوصلك معايا، يلا بسرعة ما فيش وقت. لكن هند بتقول لها لا لا لا، انزلي يا ماما، انا بعدين يعني هنزل بعديكي. بتيجي أروى وبتقول لمامتها انها اتكلمت مع سلمى وقالت لمامتها انها خلاص فكرة التدريب والشغل ده شالته من دماغها. فمامتها بتقول لها غريبة، يعني ايه اللي حصل؟ كان لازم يعني يحصل ده كله؟ قالت لها لا، اللي حصل يا ماما ان انا قررت وفكرت. حضرتك ممكن تقولي رأيك لكن ما تفرضيش رأيك علينا. شفتي انا لما فكرت عرفت ان ده شغل مش مناسب. انا فكرت وعرفت كويس جدا ان لازم الشغل ده يكون مناسب ليا، مش ان انا اشتغل عشان عايزة اشتغل وبس. مامتها بتفرح بيها جدا وبتقول لها برافو عليكي، انا كمان كنت حابة كده. ندى بتتكلم مع طاهر وبتقوله بابي عايزني اقابل ابن صاحبه علشان نقعد مع بعض ونتكلم وكده. قال لها الحقيقة ان انا مش فاهم، يعني باباكي بيعمل كده ليه اصلا؟ ده شكله جايب لك عريس. قالت له عريس ايه يا ابني؟ لا بس هو زميل بابي ولازم يجيب ابنه، كان مسافر بره وهنتعرف على بعض مش اكتر. قال لها لا لا لا، هو اكيد عريس ونفس المستوى واكيد في بينهم بيزنس. فقالت له ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ قال لها مش ده اللي بيحصل وهنشوفه. قالت له لا، ما فيش، اللي بيحصل اني بحبك، وحتى لو جاب لي واحد هقول له انا بحب الكائن ده، ايه المشكلة؟ فبيقول لها خلاص بقى شوفي، بس انا مش رأيي خالص ان انا اقعد في القعدة دي ولا اتقابل بيه اصلا. بتقول له كمان اخوك مراد مصاحب، انا شفتهم. قال لها مصاحب؟ يمكن صديقته عادي. قالت له لا لا، مصاحب اكيد، مش قايل لكم خلبوس مراد ده. اما بقى نادية بتعمل ميتنج وبتقول كمان في ليه حسن مش هينفع ان احنا نتقابل تاني في النادي. فبيقول لها غريبة. قالت له خلاص ضغوطات الشغل اتفكت ومبقاش فيه ضغط في الشغل، حتى لو فيه خلينا هنا، رغم ان ده كان قرارها. وبيقول لها خلاص ماشي براحتك، والاولاد والبنات عاملين ايه وباباهم عامل ايه؟ بتقوله كويس طبعا، ما بتقولهوش ان هي منفصلة عن باباهم. وبيقولها بس ده كان رأيك في الأول إن احنا نتقابل في النادي، وأنا آسف يعني لو أنا قلتلك إن احنا نتقابل تاني. في مشهد تاني بنشوف هند وهي بتقدم العرض، وبعد كده بيجيلها تليفون من أختها أروى وبتقولها خلصي مش تتأخري خالص عشان ماما. قالت لها حاضر مش هتأخر، بس انتي قوليلها ان انتي كلمتيني في آخر محاضرة وبعد كده تليفوني فصل علشان أنا هقفل تليفوني دلوقتي. بعد كده بيجي زميلها وبيقول ان العميد هيأخر بالعرض ساعة علشان يكون موجود ويحضره. اما ليلى بتكون قاعدة قدام المدرس ده بيحبها وبيقول لها قد ايه هو بيحبها، بس طبعا هو عارف ان فرق السن كبير وبيقول لها انا مقدر ان انتي ممكن تكوني مش حاساني او ممكن تكوني مش بتحبيني. فبتقوله طيب هو انت بتكذب تاني ليه؟ مش انت قلت ان انت مش هتكذب؟ اولا فرق السن ده عادي، لكن اللي مش عادي انك تكون بتكذب وبتقول اني ممكن انا اكون مش معجبة بيك او مش بحبك يعني. في مشهد تاني بنشوف بقى ان هند بتكلم اختها وبتقول لها خلاص خلاص انا العرض هيبتدي
وحاولي تقولي لماما ان موبايلي فصل شحن، انا هقفله، ارجوكي انا اسفة. بتقول لها بس انا مش هكذب تاني، قتلها علشان خاطري. في المشهد دوت بنشوف حسن بيكون بيعمل اكل لاولاده، وابنه الصغير بيجي يقوله بابا انا جعان، هو انت لسه مخلصتش الاكل؟ بيقوله معلش انا هخلصه اهو. وبيتكلم طبعا علي، وبيقوله يا علي لو تيجي بدري النهارده ساعة وتستأذن من الدكتور انك تودي اخوك النادي، علشان انا تعبان ومجهد مش هقدر اروح النهارده. طبعا هو عشان نادية مش جاية النهارده. طاهر بقى بيجي وبيقول لبابا بابا هو في ايه بيتكلمني كده ليه، وانت لسه اخد مني موقف؟ قال له طبعا. فقال له بابا انا وعدتك عمري ده ما هيتكرر تاني، انا اسف بجد. بيقول له كمان ان هو وندى هيخرجوا مع بعض النهارده، وبيقول له تخيل ان مراد مصاحب ومش قايل لنا. قال له مين قالك؟ ما يمكن صديقته عادي. قال له لا لا لا، دي ندى شافتهم وهم قاعدين مع بعض في كافيه وكده، وهو شكله مصاحب فعلا. بنشوف بقى في المشهد دوت اني اروى بتحاول تتواصل مع اختها، لكن تليفونها مقفول، وبتكون خايفة عليها جدا ومش عارفة ايه اللي حصل. في مشهد تاني بنشوف ان هند بتأدي العرض بطريقة مبهرة، والحقيقة ان العرض ده بيوجعها جدا وهي بتأديه، وكأنها بتتكلم عن نفسها ومامتها اللي بتفرض رأيها عليها طول الوقت، حتى لو هي مش حابة تشتغل حاجة مامتها بتكون ضاغطة عليها انها تشتغل ايه وتدرس ايه وما تدرس ايه. لكن لما بتتأخر مامتها بتروح الجامعة وبتشوفها هناك في المسرح وهي بتتكلم عن البدلة اللي هيكون لابسها جوزها أو حبيبها لما تتجوز، وعن هدوم البيبي اللي لما تتجوز هيكون عندها بيبي. وهي طبعا موضوع السكر مؤثر عليها نفسيا، إنها تكون رافضة فكرة الجواز وكده. بتأدي الدور بطريقة هايلة، وبعد كده بيغمى عليها وبتقع على الأرض، بيجيلها غيبوبة سكر. بيدخل طاهر على اخوه مراد وهو بيكون بيتشات، فبيقوله زميلتي عادي احنا اصدقاء. قاله لا 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 مش اصدقاء، يعني في ندى شافتك ان انت قاعد معاها في كافيه وكده. قال له هو المفروض ان انا ممنوع يعني اروح مع صاحبتي الكافيه؟ لو في حاجه هقولك. قال له طب تعالى اخرج معايا. قال له صدقني مش عاوز اخرج. وبيكون رمزي قاعد مع حسن، وحسن بيقول له بس اختك دي غريبه الحقيقه. قال له هي يعني كويسه، ورغم ان هي هشه كده هي قويه جدا، لكن من جواها هشه فعلا وطيبه. قال له انا مش فاهم يعني، ما هي اللي كانت طالبه ان احنا نتقابل في النادي عشان نكمل شغلنا، انا ما كنتش اقصد حاجه. وبعدين هو فين جوزها؟ قال له جوزها موجود ودكتور كبير جدا وناجح ومشهور، بس يعني ما بيهتمش قوي ببنات. وقال له كمان ان اختك شايله حمل كبير قوي عليها، انا ساعات ما بزعلش منها على فكره. بيحكي كمان عن حاجات كتير قوي، وبيقول له رمزي تعرف ساعات لما احس ان حد هيتكلم على حد ببقى مستني كلمة بس. قال له اه طبعا. قال له انت مثلا صاحبي وجدع وكل حاجة، بس بتكذب، مالك بقى وشك غريب وفيك حاجة، انت متخانق مع ايهاب؟ قال له لا لا مفيش حاجة. وبعدين بيجي ابنه طاهر وبيقول له بابا انا خارج مع ندى. قال له مش قلنا بلاش الخروج بالليل؟ قال له حاضر يا بابا انا مش هتأخر، بس يا انكل في عربية بتاعت جارنا وانت راكن مكانه، ممكن تديني انا المفاتيح وانا هخرج اقوم انا اطلع بيها. وطبعا في المشهد دوت صوتهم بيعلى، ورمزي بيقول له هو في ايه مالك، في مشكلة بينك وبين جارك ولا ايه؟ قال له ايوه في مشكلة قديمة هبقى احكي لك عليها. الولد صوته بيعلى وبيزعق للراجل، فبيطلع له حسن وبيقول له دور انت العربية واطلع وملكش دعوة. بيقول للراجل سيبنا بقى في حالنا بقى، حرام عليك احنا زهقنا بجد منك. في نفس المشهد بتتصل بيه نادية وبتقول لرمزي الحقني يا رمزي احنا في المستشفى. أروى بتحاول تكلم اختها هند لكن موبايلها مقفول، مش عارفة توصل لها. بتكون قلقانة جدا وبتقول لاخواتها انتوا ما عندكمش دم، حسن حصل مشكلة وان ماما راحت لهند الجامعة. بتروح مامتها وهي مخضوضة عليها وبتقول للدكتور طمني يا دكتور ايه اللي حصل؟ قال لها مفيش حاجة، غيبوبة سكر عادية واحنا حاولنا نسعفها ومفيش اي حاجة طمني. طاهر بيروح الكافيه مع ندى علشان يقابلوا الولد اللي باباها مصمم انها تقابله وتتكلم معاه. وبتقول له انا من زمان ما اتكلمتش معاه، مره قابلته في الساحل لكن ما عرفوش. فبيجي لها واحد تاني خالص غير يوسف اللي كانت بتتكلم عنه، فبتتفاجئ. فبيقول لها انا حمزة مش يوسف، التاني كان اخويا، يعني انتوا اتقابلتوا تقريبا لكن انا وانتي ما اتقابلناش قبل كده. بيقول لهم كمان بابايا صمم ان انا اقابلك علشان باباكي وبابايا في بينهم بيزنس، فشايفين ان احنا لازم نتجوز بعض. هما بيفكروا بالعقلية دي للأسف. في المشهد ده رمزي بيروح ومعاه حسن، وبيكون طبعا هند قلقانة جدا، نادية قلقانة على هند جدا، وحسن بيقول لها ربنا يطمنك عليها وربنا يشفيها. تدخل مع الدكتور، وبعد ما كانوا طردوها
علشان كانت متوترة جدا بتدخل لبنتها وكمان رمزي معاها، والدكتور بيقول لها مفيش حاجة، احنا بس هنظبط لها السكر وهتروح معاكم. فبتقول لمامتها انا اسفة يا ماما، لكن مامتها بتقول لها اسفة ايه؟ اسفة على ايه يا حبيبتي؟ ما تتأسفيش. في المشهد ده حمزة بقى بيقول لندى ان هو كان بيشتغل في ايطاليا في البيزنس، وبيتعرف على، قصدي في انجلترا، وكان بيتعرف على طاهر. وبعد كده قال له ان هو راجع علشان يشتغل هنا في مجال التكنولوجي، لان التكنولوجي في مصر مش احسن حاجة يعني. وبيقول انه يفتح شركة تكنولوجي، وطبعا بيكون متضايق جدا طاهر من القعدة دي ومش عاجباه ابدا، بعد ما عرف طبعا ان باباها عايزهم يتجوزوا. في المشهد ده بنشوف حسن وهو بيكلم علي انه يظبط السندوتشات لاخوه الصغير لحد ما يرجع، وانه كمان يجهز له الحمام. في المشهد ده بيكون رمزي طبعا بيشكره على ان هو جه، وقال له انا اسف ان انت سبت ولادك وجيت معايا. قال له لا طبعا كنت لازم اجي. طبعا بعد ما بيعرف طاهر بيقول لها شفتي مش انا قلتلك؟ وبيقول له بس انا مش هعمل كده. حمزة بيقول لهم انا مش هعمل الكلام دوت، هقول لبابا ان انا وانتي اتقابلنا وان احنا مش مرتاحين لبعض، وانا عارف ان انتوا الاتنين مع بعض. لكن طاهر بيرفض وبيقول له انا مش همثل في المسرحية دي ومش هكمل في التمثيلية دي، يعني ليه اعمل كده من البداية؟ بعد كده نادية بتنادي على رمزي وبتقول له انت قلت لحسن ليه ولا جبته معاك ليه؟ قال لها ان هو كان موجود عنده. قال لها كمان ان كل حاجة ماشية زي ما انا وانتي متفقين، قلت ان جوزك مسافر وان جوزك عرف كل حاجة، وانه كلمكوا في التليفون، ما تقلقيش. بتقول له بيقول لها تعرفي انا فرحت جدا لما انتي كلمتيني وقلتيلي الحقني بنتي تعبانة. قالت له كلمتك علشان ما كنت ايهاب تليفونه مقفول وما كانش عندي حد تاني اكلمه. قال لها ليه بس قلتي كده وزعلتيني؟ ده انا ما صدقت ان انتي تكلميني او تحتاجيني في حياتك. قالت له انت دايما سهران ومش فايق لحد اصلا. قال لها انا بقيت غير زمان خلاص واتغيرت. في المشهد ده طاهر بيجرح ندى جدا وبيقول لها شفتي جالك كلامي، باباكي عايز لك ايه وكان جايب لك العريس اهو زي ما انا قلت، مش انا الشخص اللي هتتجوزيه يا ندى. قالت له هو الشخص فهم ومشي خلاص. قال لها وانا مش همثل التمثيليه الغريبه دي، مش انا الشخص اللي هتتجوزيه، وحتى لو مشي هيجي غيره وغيره. باباكي مش عايزك تتجوزيني يا ندى. ده